صفنار، انت تحبي تعلقي على ده؟ فرح داعش، تسمعي عن داعش؟ داعش اللي بيقتلوا ويذبحوا، عروسين جوه قفص. ما اعرفش عنهم حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والا كانوا خطفوك وخدوا صفنار جهاد النكاح بقى وبتاع وفي الجزء الاخير وكنت تخلصينا من داعش، يعني نجندك لتصفيه داعش. وبعد الجزء المتعلق بالعروسين هيبقى معانا الفنان الكوميدي الكبير الاستاذ اشرف عبد الباقي. لو حد جاب لك بدله رقص فيها علم مصر هترقصي بعلم مصر؟ دلوقتي انا عرفت اللي ده هتعمل لي مشاكل وده غلط. في ناس ما بتفهموش لي ده حب، بس الجمهور اللي انا عملتهم حفله فري كانوا مبسوطين جدا، وانا مبسوطه اللي انا خليتهم تنبسطوا غير طبيعي، عشان كان قصدي عايزه الناس تنبسط معايا، قصدي يعني حته منكم. مفيش حد خالص في الجمهور اللي كان موجود قال لك انه بلاش علم مصر؟ مفيش حد؟ قبل ما رقصت في البدل تانيين واغاني تاني كلهم كانوا قاعدين وبيصعفوا، بس اول ما دخلتي بالبدله وبشرة خير كله وقفوا ورقصوا، وكتير منهم كانوا في ايدهم علم مصر. احنا عندنا مش ممكن. انت حاسه انه مصر لها فضل عليكي يعني، مش ممكن تعملي حاجه تسيء لمصر؟ انا ما شفتهاش حب بالطريقه اللي انا شفت في مصر في اي بلد تاني، ما شفتهاش طيبه قلب الستات واطفال زي ما شفت في مصر. هينفع انا اعمل اي حاجه عليهم حاجه وحشه زي ما انا بشوفها حب؟ انا ما شفتهاش غير الحب منهم. وما تتحمليش ترحيلك من مصر؟ يعني اللي بيهدد ده يقول هنرحلها من مصر، لو تخيلتي كده انه في يوم من الايام ممكن تمشي من مصر؟ مش عايزه اخيل حاجه زي ده. حياتي هتوقف، هتموت. صفنار، صفيناز بنقطة، صفنار من غير نقطة. واضح انت تأثرتي. طيب في كل الأحوال مفيش شك انه الغيرة على العلم المصري مهمة ومطلوبة. يعني أكثر ما أخشاه أنه البعض يغلق الأبواب أمام حسن النية، وحسيب ده بقى هي تحدثت عن أنها بتحب مصر. البعض طبعا ممكن يكون بيتعامل معها بإدانة مسبقة، اللي يتعاطف معاها يتعاطف، اللي ما يتعاطفش ما يتعاطفش، لأنه كمان مش عايزين إهانة العقل. بمعنى البعض ممكن يقول هي القضية دي هي اللي تهم الناس. زي ما قلت لكم احنا بنتعامل مع البرنامج على انه مجلة منوعات شاملة، مجلة فيها سياسة، ثقافة، فن، فيها محطات مختلفة. صفنار قالت موقفها وقالت اللي حصل وقلت كل ده في النيابة، والنيابة أخلت سبيلك، وربما تبقى في محاكمة أو ما فيش محاكمة. أنت كمان بتقبلي باللي هيقوله القضاء المصري، اللي هيقوله القضاء والقانون المصري بتقبلي بيه تماما. أنا بيحترم قانون مصري.